السلام عليكم خوتي الرياس ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم خوتي الرياس غادي يكون استثنائي، وحنا دائما في بلايص الكاياس اللي هو اليوم الثاني في هذا البلايا هذا. صراحه واحد المصيد اللي زوين بزاف، واللي ننصح به اي رئيس غادي يتوجه للمناطق الجنوبيه. هنا فين تلقى الراحه النفسيه ديالك، وهنا فين تلقى السبوت اللي تبارك الله فيه الخير. الفيديو ديال اليوم الخوت غادي يكون نبذه على الرحله للجنوب. بزاف الناس في لي كومونتير تيقول لي بسط لنا الفكره كيفاش نقدروا نوصلوا للجنوب. المهم الخوت غادي نحاول نعطيكم جميع المعطيات وغنعطيكم جميع المعلومات، ما نبخل على خوتي بوالو، ونتمنى من الله تعالى نكون نفيدكم. اول نقطه الخوت اللي غادي نبغي نشير ليها واللي اهم نقطه، وهي تعرف مع من تمشي، الرفقه الحسنه او الرفقه الصالحه. الا كان الرئيس بحال قلبك نوصيك به خويا الرئيس، حقيقه كما تيقولوا الطريق كتخرج بنادم من رونتو. الور الا بغيتي تشد الطريق واحد 10 ايام ولا واحد 15 جور ولا حتى ل 20 يوم، تعرف الرئيس اللي غادي تصبر ليه ويصبر ليك، اللي غادي تتعاون معاه ويتعاون معاك، اللي غادي نتبارطاجيو دوك لي طاش ديالكم كاملين وشي ما يتقل على شي. الحاجه الثانيه خوتي الرياس اللي غادي ناكد لكم عليها، واللي هي حتى هي مهمه بزاف، المنزله. ضروري ما تستي المنزله ديالك. هنا بغض النظر عن التطبيقات او على المواقع اللي كتعطي التوقعات كيفاش غادي يكون الجو، انا كنصحكم انكم تشوفوا رئيس من المنطقه اللي كيتواجد في المدينه اللي نتوما غاديين ليها. على سبيل المثال بوجدور او العيون او الداخله، هو اللي غادي يعطيكم الجو كيفاش داير والمنزله كيفاش دايره. هنا تقدر توكل على الله. حاجه اخرى اللي غادي ناكد لكم عليها اللي هي وسيله النقل. هنا على حساب كل واحد والبوفوار ديالو. كاين اللي مسك عليه الله راه غادي يمشي عند كيدو بيش، غادي ياخذ الطياره ديالو وغادي يربح الوقت وما غيهز ما حياخذ، غادي يمشي غيتمتع بالرحله ديالو ديا جيسكا زاد. الور هنا ما كاينش مشكل. انا كندوي على الناس اللي بحالنا، الناس اللي دراوشوا على قد الحال. اما غادي نشوفوا طوموبيل تكريوها، ومن الاحسن تكون طوموبيل صندوق، باش هكذا كتربح بزاف ديال البارطاج. كتلقى فين دير الكلاصير ديالك، كتلقى فين دير الكاشطي ديالك، كتمشي وانت مرتاح وعندك الباجاج ديالك اللي كتستعملو، على عكس السياره اللي هي صغيره. حاجه اخرى اللي غادي نتكلم عليها الخوت، رخصه السياقه ديالك والبطاقه الوطنيه ديما يكونوا بجيبك، وبالخصوص البطاقه الوطنيه، حقيقه ديك المجموعه كامله اللي غادي تكونوا نتوما مثلا 4 أو 5 الناس. كاينين نقط ديال المراقبه، سواء ديال رجال الشرطه او ديال الدرك الملكي. هنا واجب عليك كل مره كتجبد البطاقه الوطنيه ديالك باش كدلي بها، كيعرفوك شكون نتايا وفين غادي ولاش غادي. كل ما كانت البطاقه الوطنيه ديالك في جيبك كنتي غتسهل على راسك، على عكس ما انك كتكون دايرها في الصاك وحاطها في البورت باجاج وداك الشيء محزوم، كضطر انك كدا ديكاجي داك الشيء كامل باش يتاكدوا من الهويه ديالك. كاينين بلايص الخوت وانت وصلتي باش تصيد كيكون ممنوع فيهم الصيد، كاين بلايص اللي مسموح فيهم الصيد بطبيعه الحال، وكاين بلايص اللي ممنوع فيهم الصيد. الور هنا بكل روح رياضيه خاصك تقبل داك القرار ديال رجل السلطه او السيد ديال لامارين او داك العسكري اللي كاين تما اللي كيحرس المنطقه. الا قال لك هذه المنطقه راه ممنوع فيها الصيد ليلا، بمعنى راه ما تقدرش تحط القيطون او الخزانه او الخيمه الصحراويه ديالك، تقبل الامر بكل واقعيه وتمشي للبلايص اللي مسموح فيها الصيد. غادي نشير لكم الخوت لواحد النقطه اللي حتى هي مهمه بزاف، وانت راك وصلتي مثلا لديك البوجدور او الداخله، ضروري اول مره كنتكلم مع الناس اللي اول مره عندهم زياره للمنطقه ديال الجنوب، من الاحسن يكون معك ولد البلاد، هو اللي غادي يقدر يسهل عليك بزاف ديال الامور، غادي يدير لك بزاف ديال المعلومات، وبالخصوص غادي يوريك المصايد والدخلات ديالهم. حقيقه بكل صدق الخوت المصايد والدخلات ديال الجنوب راهم شويه متالفين. اكيد اخويا الرئيس غادي تتلف. غادي ندوي على واحد النقطه اخرى اللي هي الحوت، كيفاش غادي تتعامل معاه وانت مثلا شديتي واحد الكميه تبارك الله اللي وفيره وما عندكش كيفاش غادي دير ليها. هنا كاينين دي كاشطور عندهم الدفع الرباعي، كيجي عندك حتى المصيد، كيجيب لك اللي بغيتي، وفي نفس الوقت كياخذ من عندك السمك اللي صيدتي بواحد الثمن اللي كيكون بطبيعه الحال ناقص على المارشي. الور ما فيها باش تتعامل معاه ويتعامل معاك، كومسا انت كتستافد وهو كيستافد، وديك الحصيله ديالك ما كتلفش. غادي نشير لكم الخوت لنقطه اخرى اللي هي ضروري، كل ما كان عندك الثلج خويا الرئيس وانت في المصيد كل ما كتصيد وانت مرتاح. الور الثلج شي حاجه اللي مهمه بزاف، وكذلك الطعام خاصك تحافظ عليه، سواء السرديل تملحو او تخليه فري، وشاك فوا تحيد الماء من الثلج. البيوضه ملي كندويو على البيوضه كندويو على الكالامار السيبيا وعلى ازيز، ديما خاصك تخليهم في الطراوه ديالهم كومسا كتحفظهم في الثلج، كتعامل مع الثلج بواحد الحساسيه اللي كبيره بزاف. كتردوا البال الخوت بطبيعه الحال المصايد الدخلات ديالهم راه كيف شرت لكم ديجا كيكونوا شي بلايص اللي كيتلفوا، الور بنادم ما يزربش
والبلايص اللي ما كيدوزش فيها الدفع الرباعي ما تدوزوش منها، ديما الحيطه والحذر. كاينين بعض المصايده الخوت اللي الهبطه ديالهم او النازل ديالهم اللي خطيره. انا من هذا الباب اخوتي الرياس كنقول لكم تجنبوا هاد البلايص هادو، حقيقه ما عندهم باش يفيديوكم. راه فين راه منطقه الا كان ضارب الحوت راه ضارب الحوت. من الاحسن تحط الطوموبيل ديالك واحد البلاصه اللي قريبه للمصير وتشوف شي طريق اللي هي سهله عليك، خمسه ما كتعرضش حياتك للخطر خويا الريس، كتمشي في النجا وكتجي في النجا. غادي نوصيكم الخوت على واحد النقطه اخرى اللي هي الحيوانات. كنذكروا هنايا الكلاب والثعالب والمشاش، القطط بطبيعه الحال. كيف كتعرفوا الخوت راه تما غير الخلا وما خلا. الور كل ما حاولتي القيطون ديالك تسدو وتامنوا مزيان الوقت اللي غادي تمشي تصيد، داك الكاشطي ديالك راه غادي يبقى في بلاصتو. حقيقه راه الكلاب كيشرقوا القيطون، الا لقى شي منفذ او القط لقى شي منفذ منين يدخل راه غادي يدخل وغادي يشرطخ، ما غيخلي لك والو. هكذا يكون عندك خيمه اللي هي خيمه صحراويه اللي متينه، اللي كتكون مقاومه للريح، اللي كيكون الثوب ديالها صحيح وغادي تمنع عليك حتى هاد الحيوانات. وفي نفس النقطه الخوت، هاد الحيوانات هادو تعاملوا معها بالرحمه، عطيوها الماء، خليو ليها الماء الصالح للشرب، تعاملوا معها بما يرضي الله، عطيوها شويه من القوت ديالكم، راها كتبقى صدقه جاريه الخوت. راه تما راه غير الخلا وما خلا، راه ما كاينش كيفاش هاد الحيوانات كيفاش غادا تاكل، حولهم مساكن كيشفروا الماكله من القياطن. غادي نشير لكم الخوت عاوتاني لواحد النقطه اللي صعيبه ونتمنى بزاف تردوا منها البال، اللي هي السم. ملي كنذكروا السم كنقولوا العقرب، كنقولوا الفاع والثعابين، وبالخصوص القرينات. هاد الفعل اللي خطيره وخطيره بزاف، راه ما كتعطيش لبنادم 10 دقائق من وقت، والله يسر كتضربو كتقتلو في البلاصه. كل ما خويا الرئيس رديتي البال كل ما كان احسن. هنا غادي ندوي على وسائل الحمايه اللي من بينها القطران. كل ما القيطون ديالك او البلاصه اللي كتنعس فيها، قبل ما تنعس فيها بعدا كتقلبها ضروري. ملي انت كتصيد ورجعتي ضروري خويا الرئيس ما تقلب بلاصتك وتدور بها القطران، وحاول ديك البلاصه اللي كتنعس فيها ما تكونش طيب فيها مثلا. على وداش هاد السم هذا كيجي للبلايص اللي كيشم فيهم ريحه الماء، كل ما شم ريحه الماء كل ما كيجي عندك. مول قرينات الخوت راها كابوس ديال الصحراء. من الاحسن الخوت تجنبوها بهاد الوسائل اللي قلت لكم عليها. البلاصه اللي كتنعس فيها ما تطيبش فيها، ما تخويش فيها الماء، غسلتي الماء عند الغسل ومشي بلاصه بعيده. المهم هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم الخوت على السم. الطاقه الشمسيه شي حاجه اللي مهمه بزاف. ودابا راه كاين واحد الحاجه اللي المحول لونديلور ربما كيتسمى الا ما خابنيش الظن ديالي، كيحول من 12 فولت ل 240 فولت. كومسا غادي تشارجي التليفون ديالك، غادي تشارجي البيسي ديالك، غادي تبقى وانت مرتاح. الطاقه الشمسيه كل ما كانت عندك كل ما كان احسن. غادي نشير الخوت لواحد النقطه اللي كتسولوا عليها بزاف، اللي هي التكلفه. بشحال كتقام عليكم الخرجه للجنوب؟ كنذكر على سبيل المثال اخوتي، مثلا نتوما 4 الناس، نتوما ايكيب ديال 4 بيرسون، من الاحسن غادي ديروا واحد 3000 درهم للواحد، غادي تمشيو هانين وغادي تجيو هانين. 3000 درهم راه كافياكم. هادشي بغض النظر غادي نشدوا الحوت وغادي نتبيعوا، تقدروا ما تقربوش ليها، ولكن الاحتياط واجب الخوت. 3000 درهم راه فيها الكاربيرون ديالكم، راه فيها الكاشطي، راه فيها الطعم، راه فيها الماكله والشراب ديال الالي وديال الروتور. المهم 3000 درهم للواحد اللي هي 12000 درهم المجموعه ديال 4 الناس. كنظن انه مبلغ كافي وكافي جدا. ومن هذا الباب الخوت كنقول لكم تمتعوا بوقتكم في وقت الفراغ. بنادم مزيان انه يعبد الله ويخدم ويجد ويكد ويدير بدوير الزمان ويبني المستقبل ديالو. ولكن اخويا الرئيس راه حتى النفس ديالك عليك حق، ما فيها باس. واحد الوقيته اللي غادي يكون عندك الفراغ وغتكون عندك ميسره تمشي تتمتع، وسيرتو انك انت راك مبلي بالصياد، تمشي تتمتع بالمناطق الجنوبيه، تتعرف على حضاره جديده وتتعرف على ناس جداد وتتعرف على ثقافه جديده وتشد خير كثير وتبارك الله. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم اخوتي الرياس. نتمنى نكون وفيتكم بجميع المعلومات وما بخلت عليكم حتى شي حاجه. وإلا نسيت شي حاجه خليوها ليا في التعليق. راه مازال فيديوهات ان شاء الله جايين في الطريق، السلسله راه مازال ما كملاتش. كنتمنى اخوتي كاملين بارطاج لايك، كنجاوب على التعاليق كاملين، كنشكركم كاملين على الدعم، ونتمنى ان شاء الله تعالى نوصلوها ل10 في اقرب وقت. وتحياتي لكم الرجال من اعماق البحار. غادي نقول لكم دوزوا بخير، غادي نبدلوا مصيد جديد والفرجه مازال مستمره. تحياتي لكم اخوتي. زين عطي لهم ولا شي دور عاوتاني. فراني هادي الدراري. عاد البطاطا في المحروقه كتجيك حلوه.
الخوت حنا كنجمعوا في الكيطون ديالنا البلاصه اللحظه ديال اللي ما كيتمناهاش اي رئيس. الله يجعل شي بركه الخوت. كيف شفتوا معنا ما دار معنا والو هاد بلايص الكياس هذا الحير هذا. يلا قاسوا علينا 4 البياسات واخا زوينين، ولكن داك الشيء ما كافيش اخوتي. ماشي على قبل كنجيو للصحراء، دابا غادي نضطروا نبدلوا المصير. حنا كنجمعوا في الطوموبيلات الباكطاج والكاشطي ديالنا كلشي كيتجمع. هذا الشيء الرئيس واحد كيحسن وبين اخويا على شويه حسن على يوم الجمعه ان شاء الله. والله الا كيحسن الخوت. هو غادي يبان لكم من المرايه. والله الا بصحته بالله. والله الا خدام الخوت كيحسن بالله. الصحه والراحه. الرياس بارك علينا من هذا المصيد ما دار معنا والو ياك. نمشيو للمصيد. الله جات المناسبه نيت تعرفنا عليه. نصليو وندوزو نصليو الجمعه وقتها هذا ومن ثم ثاني بالعشيه ان شاء الله. استقبل من كل شيء الخوت. ان شاء الله بحول الله. المهم القويطين بقى لنا غير هاد القويطين هذا غادي نريبوه ان شاء الله. والله يجعل شي بركه الخوت. المهم اننا جينا هذا المصيد ديال الكياس واخا الطبيعه ديالو والبيئه ديالو واعرين مرتاح بزاف، ولكن ما دارش معنا يومين الخوت. يلا شفتوا معنا كانوا 4 ابلاغات اليوم زوينين. ما كافينش. خاصنا نجي للصحراء خاصنا نقلبوا على الحوت. السيمو الدري ولد بوجدور قال لنا على اننا غادي نمشيو نبدلوا المصيد. ومن هذه المناسبه تنقول لكم دخل على الوليد زوين صراحه. كيدير فيديوهات واعرين. هذا ولد بوجدور ولد الصحراء. ديما غادي تبقاو تشوفوا مع لي فلوغ وتشوفوا مع الحوت ديال المنازل وغتشوفوا مع الحوت الزين. راشينا الخوت ديالو سميتها محمد فيشينغ. غادي نخلي لكم خوتي في الديسكريبسيون، غادي نخلي لكم في اول تعليق. نبغيكم كاملين لي سويفر ديالي دخلوا عند خويا محمد دري واللي جا الصحراء اللي جا الاقاليم الجنوبيه مرحبا به والله حتى مرحبا به. وفي نفس الوقت الخوت غادي نخلي لكم حتى الكونتاكت ديالو غيتعامل معكم لوجه الله. هذا راه ماشي كيدو بيش. هذا داكشي لوجه الله وبنادم فهمتي. اهم حاجه عندنا ملي كنخرجوا الضحك والنشاط والتقشاب وترجع بخير وعلى خير وكاين الحوت. مرحبا الحمد لله. نخلي لكم اخوتي الرقم ديالو حتى هو في الديسكريبسيون. غادي نخلي في الديسكريبسيون وغادي نخلي لكم في اول تعليق. اتصلوا بسو محمد اللي جا لبوجدور راه يمشي مع المصايد. دري زوين وغزال بدون مقابل. كنأكد الخوت على هذه النقطه هذه صراحه. حنا تعامل معنا زوين. ضايفنا في الدار ديالهم. الوالد ديالو تا هو رئيس كبير الله يسهل عليه والله يعمرها دار. نبغيكم كاملين خوتي كاع لي سويفر اللي عندي يدوزوا عند لاشين ومن هنا خوتي غادي نقول لكم ان شاء الله تعالى غادي نمشيو لفلوق اخر وغادي نمشيو لمصيد اخر. فين دينا خويا محمد ان شاء الله 57 صافي الله يبارك. صحاب ولكن غادي نبداو نتحاربوا. وشوف ولكن راه الوحوش بالنسبه لهاد المنزه وهاد بحال كما كنقولوا هاد الموسم هذا ديال الصنور في ديالي ان شاء الله باذن الله غيكون شي تقاوس على المباشر. يا سلام. لا غيبان اللي عنده الكسب اللي عنده الماتيريال اللي عنده الطراق هنا يبان. نمشيو ل 57 الخوت.